اللي يبيع كبير، واللي ما يشتركش لحظة ما تفكرش فيه ثانية واحدة، واللي يقف قدام العالم يتاجر بيك، عايز اقول لك ارهنه وخد برهنه اي حاجة تانية. هي الحياة كده. وانا مش بتكلم النهارده على الناس اللي يربطنا بيهم رابط للعمر، اهلك او بيتك، انا بتكلم على الاصحاب وعلى العلاقات الاولانيه. عزز نفسك، خليك غالي. طول ما انت رخيص محدش يقف معاك. طول ما انت مش حاطط قواعد كل العالم هتبقى شايفاك ان انت حاجه ملهاش قيمه. عشان كده انت اللي بتعمل لنفسك القيمه. اعمل لنفسك قيمه وفوق وما تسيبش حاجه تاثر عليك. واسمع مني واخر نصيحه، وافتكر ان دي اغلى واهم نصيحه في حياتك. محدش هينفعك اما قلبك يوجعك. محدش هينفعك اما تقفل على نفسك باب الاوضه وتعيط. محدش هينفعك اما تبقى بتسمع اغنيه والاغنيه ديت بتربطك بحد عزيز عليك وتبقى بتبكي والاغنيه دي كانت اكبر مصدر سعاده ليك في حياتك. محدش هينفعك وشريكك في الحياه عمال يذلك، عارف الحاجات اللي بتوجع قلبك وعمال يعملها عشان يوجع قلبك. محدش هينفعك. الحاجه الوحيده اللي هتنفعك انك تخاف على قلبك. قلبك ومن بعدك الطوفان، مشاعرك ومن بعدك الطوفان، حياتك ومن بعدك الطوفان، كل حاجه ومن بعدك الطوفان. ومش معنى كده ان انا بقول لك تبقى اناني. مين اللي قال ان الخوف على النفس انانيه؟ مين اللي قال ان البني ادم لما يخاف على قلبه اناني؟ مين اللي قال لما البني ادم يصون عقله وقلبه اناني؟